السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوه ديال الشوكولاط والصابلي ديال الدار مطحون وكاوكاو. بسم الله ندوزو للمقادير. عندي نص رابعه ديال الشوكولاط او 125 غرام ديال الشوكولا، وعندي الصوص ديال العسل اللي سبق لي حضرتها معكم، وعندي هنايا الصابلي باي عجين كتفضلوه. عندي 60 غرام ديال كاوكاو محمر ومطحون مهرمش، كاس ديال ياغورت مع مرش بهذا الشكل هذا 60 غرام بالميزان. عندي 70 غرام ديال الصابلي ديال الدار 70 غرام بالميزان، عطاتني كاس ديال ياغورت عامر بهذا الشكل هذا. وعندي التزيين الزبيب غسلته خليته تنشف مزيان. عندي كاوكاو محمر، عندي هاد لي سوغيز هادو كيتباعوا بالعبار. عندي كذلك قطع ديال الشوكولا كالا، وهنايا عندي المول ديال السيليكون وهاد القطعه هادي. بسم الله ندوزو للطريقه. ساهل في الخدمه، ما فيهش شي خدمه كثيره. كندير الشوكولاط في حمام مائي كندوبو، ها هو بعد ما ذوبته كنزيد عليه 2 ديال المعالق ديال الزيت نباتيه، او 20 غرام بالميزان. كنقول لكم البنات اللي بغات تخدم هكذا واللي عندها الميزان تستعملوا، ولكن من الافضل الميزان 20 غرام. كنخلطو مزيان، وكنضيفو 70 غرام ديال الصابلي ديال الدار مطحون او كاس ديال ياغورت. ساهله وكتجي رائعه، ما كتاخذش وقت طويل، هي كتوجد 60 غرام ديال الكاوكاو محمر مهرمش. دوك 2 معالق فقط ديال الزيت اللي هي 20 غرام. كيجي بهذا الشكل هذا، وكنجيبو المول ديال السيليكون هاد المقادير البنات مضبوطين، ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا، ومطلوبه بزاف لي كوموند. بسم الله. وإلا كنا كنخدمو تجمد كنسخنو شويه ديال الماء وكنحطو فوق منه الكسرونه في البخار، ولكن من الافضل الا كنا سرع شويه في الخدمه ماشي بحال، لان فيه نسبه ديال السكر دغيا كينشف بهذا الشكل هذا. ندخلو دابا للفريكو. ها هي البنات تجمدات، خرجتها من الفريكو. هما البنات 125 غرام ديال الشوكولا عطاتني 18 بياسه. كنديروا شويه ديال الصوص ديال اي صوص عندكم او الشوكولا، صافي كناخذوا بحال هكذا. كنديروا الزبيب، كنديروا كاوكاو، كنديروا قطعه ديال الشوكولا، وكنديروا لي سوغيز اي حشوه بهذا الشكل هذا. دابا البنات بعد ما عمرتهم كاملين بهذا الشكل هذا كندوزو للصابلي.
قلت لكم ما كتاخذش وقت في الخدمه وكتجي رائعه في المذاق. هي الحلوه البنات بعد ما وجدات، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده.